وراح نرجع على الفرن هيك بيكون البطاطا. السلام عليكم أصدقائي. راح نعمل الشاورما السورية بأبسط طريقة. عنا البهارات، عنا نص معلقة كزبرة، عنا معلقة ملح، عنا ربع معلقة زنجبيل، عنا نص معلقة دبس فليفلة، كمان نص معلقة دبس طماطم، ربع معلقة كاري، ربع معلقة بابريكا، عندي معلقة توم مهروس، عندي معلقة ونص لبن، معلقة زيت زيتون، معلقة خل، أحرق، وهلأ عندي الدجاج. طبعا أنا أخذت من الورك وأخذت من الصدر الدجاج بشكل عام. وهلأ هيك الشاورما صارت جاهزة التتبيلة، راح نحطها بالبراد لبكرة. أصدقائي بعد ما تبلت الشاورما هلأ راح أوزعها. حطيت معلقتين زيت زيتون بالصينية، راح أوزعها بشكل يكون مونو سميك، يكون رقيق. أصدقائي عندي حبتين بطاطا، عندي ربع معلقة ملح، ربع معلقة بابريكا، وعندي في معلقة زيت. أصدقائي هي الشاورما للشاب العزابي اللي ما عنده وقت. راح نحرك شوي. وهلأ راح أوزع البطاطا هيك بالنص التاني. بيطلعوا كتير طيبين هيك، بياخدوا من بعضهم. أصدقائي هيك أنا وزعت البطاطا والدجاج، راح أدخله بالفرن على درجة حرارة عالية. أصدقائي هلأ راح نعمل تحريكة. الشاورما وراح نرجع على الفرن هيك بيكون البطاطا والدجاج أخذ من بعضه ويطلع نكهة كتير طيبة ومختصرة بنفس الوقت. وهلأ أصدقائي الشاورما والبطاطا صاروا جاهزين عندي. هلأ أصدقائي راح ألف الشاورما. عندي كريمة توم، عندي شاورما، عندي بطاطا، عندي مخلل، هلا راح ألفها وحطها مع جنب. كمان عندي كريمة توم، عندي شاورما، عندي بطاطا. طبعا هاي الأكلة كتير مختصرة. عندي مخلل، كمان راح ألفها. مع جنب.
طبعا هلا رح نكبسه. وهلا أصدقائي الشاورما جاهزة عندي. اللي بيحب يحط توم هيك كمان بيصير. والسلام عليكم.